بقت فنانة تزوجت ابنها بالخطأ وسجنت والدها في بداية حياتها. سمعنا الكثير عن قصص وحكايات نجوم زمن الفن الجميل، من الغريب الذي لا يكاد نصدقه لغرابة الوضع الذي عاشوا فيه، ولكن عالمنا مليء بالقصص والغرائب. واحد تلك القصة هي قصة الفنانة سعدية عبد الرحمن أو أميرة أمير. الفنانة أميرة أمير هي إحدى فنانات الزمن الجميل التي عاشت أحد أغرب القصص التي كانت نهايتها مأساوية ومؤلمة للغاية. فبعد حياة حافلة مليئة بالأحداث تزوجت أميرة أمير ابنها. فما أصل الحكاية؟ أصل الحكاية إن اسم الفنانة الراحلة أميرة أمير هي سعدية عبد الرحمن أبو العلا. ولدت في 17 يناير عام 1920 بمحافظة الشرقية من أب كان يعمل جزار. وفي إحدى الأيام حضر مفتش الصحة للتفتيش عليه ليكتشف أنه يخالف أسعار البيع القانونية، وتحدث مشاجرة بينهم. وتطورت المشاجرة بين والد سعدية ومفتش الصحة لتنتهي بقتل المفتش بالساطور الذي كان يستخدمه والدها في عمله بالجزارة. ولكن تلك هي المأساة الوحيدة التي واجهتها في حياتها، حيث تم الحكم على والدها بالسجن المؤبد وتوفى خلال فترة سجنه. كان عمر سعدية في ذلك الوقت 16 عام فقط، فاضطرت للعمل كخياطة لتتمكن من العيش هي وعائلتها. وكانت شديدة الجمال، وتقدم عمدة القرية للزواج منها، ورغم أنه كان يكبرها في السن ولكنها تزوجت منه وأنجبت ابنها الأكبر خالد. ولكن بعد سنوات من الزواج قررت أن تترك زوجها وابنها والهروب بعيدا إلى القاهرة بسبب إدمان زوجها على شرب الخمور. بعد هروب أميرة أمير أو سعدية عبد الرحمن إلى القاهرة، أصيب زوجها باكتئاب حاد دفعه إلى الانتحار، وبالتالي أخذت أخته الطفل لتربيه بعد هروب أمه. باتت سعدية عبد الرحمن تبحث عن عمل في القاهرة بعد هروبها من الشرقية، إلى أن وجدت في الصحف إعلان يطلب وجوه جديدة للتمثيل فيلم اسمه ابنتي. وعلى الفور ذهبت لتتقدم في العمل، ونظرا لجمالها الصارخ وافق المخرج على الفور على منحها دور البطولة في الفيلم. وانبهرت الفنانة عزيزة أمير بها ووافقت على منحها الدور، ومنحتها اسم أميرة أمير يتناسب مع رحلتها الفنية. ومنذ ذلك الحين اشتهرت وأصبحت حديث الصحف والتفتت الأضواء حولها. انطلقت الفنانة أميرة أمير إلى عالم الشهرة، وقابلت المخرج كمال سليم، وحدث بينهم قصة حب وتزوجها. وبعد عدة سنوات توفى كمال سليم، وتابعت هي أعمالها الفنية إلى أن تزوجت بمساعد زوجها الراحل محمد عبد الجواد. ولكن سرعان ما حدث الطلاق، وتزوجت مغني فلسطيني أردني اسمه غرام شيمة، وأنجبت من زوجها المغني الفلسطيني الأردني غرام شيمة ابنتها عصماء. ولكن بعد فترة من الزواج اختلفوا وانفصلت عنه، وتركت له ابنتها. تزوج مرة أخرى من راجل أرمنجي كان يعيش في مصر، واختلفوا أيضا بسبب عمله في أمريكا ورفضها السفر معه إليها، وانتهى الأمر بالطلاق. تزوجت أميرة أمير بعد ذلك من ضابط بالجيش المصري اسمه إبراهيم فايز صبري، وأنجبت منه ولدين هم أمير وبهاء. وانفصلت عنه بعد 6 سنوات لتقرر بعدها الهجرة إلى أمريكا وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها. هاجرت الفنانة الراحلة أميرة أمير إلى أمريكا، وعملت كراقصة في مسارح البروديو،
وهناك قابلت شاب يهودي تعرفت عليه، وحدثت بينهم قصة. أما قصة زواجها من يهودي وهروبها إلى لبنان وهروبها إلى أمريكا فهي قصة وهمية، ليس لها حقيقة صلة بالواقع، حيث ذكرت ابنتها عصماء إن والدتها توفيت وهي في لبنان، وهي متزوجة من إبراهيم، من اللواء إبراهيم فايز صبري والد أمير وبهاء ده طليق الفنانة نيلي كريم، وتم نقلها إلى فنانة القاهرة أميرة أمير. هي حكاية مأساوية. لدفنها من مدافن أنا الأسرة. عجبكم أما قصة الفيديو زواجها نعمل من شير ولايك، يهودي وانتوا زورونا في حكايات وابنها أخرى فهي عن قصة مفبركة، حيث هناك من المستندات التي تثبت نعيها في الجريدة الرسمية موثق بأسماء أبنائها، منها طبعا عصماء ابنة غرام شيمة اللبناني، وابنها أمير، وبهاء ابن اللواء إبراهيم فايز صبري. فقصة زواجها من من فنان من ابنها قصة وهمية وليس لها صلة بالواقع، كما تحكي في الأساطير اليونانية اللي هو الأم تزوج ابنها، اللي هي هذه الأساطير